السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت لكم فيديو جديد. احنا بنغير السكن. عشان نغير السكن لازم يكون البيت كله تسيبه زي ما خدته. هنا اهو شلنا المطبخ كامل. هنا بتسيبه زي ما انت استلمت البيت اهو. لو البيت استلمته نظيف بتسلمه نظيف. هنا في المانيا قانون كده. ده المطبخ زي ما انتم شايفين اهو. لازم تسلم المطبخ زي ما هو. بتشيل كل اغراضك حتى اللمبات حتى كل حاجة. هنا تخش هنا بصوا اوضه الصالون ديت كان الصالون طبعا. اول ما تغير البيت لازم يكون كل حاجه زي ما هي كده سليمه. بتسلمها زي ما استلمتها. بيحسب العداد بتاع السخان الدفايات اللي موجوده في البيت. هنا كل حاجه انت عملتها في البيت بتغيرها بترجعها زي ما كانت. البيت بيرجع ابيض زي ما هو اهو. وهنا بتشوف العداد ما بتسيبش لهم كل حاجه. ده السخانه الثانيه الدفايه الثانيه. بص اهو استلمت ابيض. البيت بيكون ابيض بتسلمه زي ما استلمته. حتى الكهرباء لمبات الكهرباء انت بتجيبها معاك دي اغراضك. انت بتستلم وتسلم زي ما استلمت نظيف بتسلم نظيف. هنا البلكونه نفس الوضع اهو. نظفناها شلنا كل الاغراض اللي فيها. طبعا في حاجات عشان المطر والحاجات ديت هي غصب عنها هي بدلها كده. الشركة بتيجي تستلم منك. بيجي المسؤول تاني على المكان زي ما سلمك المفاتيح بتسلموا المفاتيح كاملة. كل غرفة بمفتاحها كل مكان بمفتاحه نفس الوضع كده. ما عادش حاجة خالص ولا لمبات. الحمام زي ما انت استلمته بتسلمه. كل مكان كل حاجة انت عملتها في المكان بترجعها زي ما كانت وبتاخدها. الحيط الابواب كل اوضه من البيت كان عندنا 3 اوض. اوضتين وصالون ومطبخ حمام اهو. بص زي ما انت استلمت كل حاجه بتسلمها. كل حاجه بتستلمها بتسلمها زي ما استلمتها. تعال هنا بصوا اوضه الاطفال. طبعا كنا احنا راسمين فيها للاطفال وملونينها. لازم ترجعها بيضة زي ما استلمتها. فدي القوانين في المانيا هي بتحكم كده. والا هنا في المانيا في حاجه اسمها التأمين. يعني انت بتدفع 3 شهور مقدم قبل ما تستلم البيت. ال3 شهور دوت لو في اي حاجه هم ما عندهمش مشكله ان انت تسيب حاجه مش مظبوطه. انت دافع 3 شهور تأمين. بيرجع يحسبهم عليك تاني وبرجعهم تاني. ولو انت قلت لا انا مش دافع بيخصم فلوس التأمين منك. وانت بترجع انت اللي تقول عليهم تاني وانت اللي تلف وراهم عشان فلوسك ترجع لك تاني. دي اوضه النوم. شلنا كل الاغراض. اللمبه من فوق شايفين السقف. شلنا لمبه السقف. شلنا الشبابيك. طبعا كنا حاطين عليها زي سلك كده عشان الحشرات وكده. انت بترجع البيت زي ما كان. هنا الدفايه هنا الارقام ديت بيحسبوا لك الارقام اللي موجوده هنا. شايفين العداد بيحسب لك كل حاجه بالسنتي. لو ليك فلوس بيرجعوها لك. لو عليك فلوس تدفعها. كله بالقانون. هو ما بيفرضش عليك حاجه. كل اللي بيعمله ان هو بيقول لك انت اخذت البيت. انت استلمت البيت كده. انت عايز تغير ترسم تلون تعمل كل اللي نفسك فيه اعمل. ما حدش بيقول لك انت بتعمل ايه. طبعا صار الصوت واضح. ما حدش بيقول لك انت ليه عملت كده او ليه ما عملتش كده. طب اعمل. لا انت بتعمل كل اللي نفسك فيه اول ما تخش البيت. بس في شروط. الشروط ايه بالظبط؟ ان انت برضه ما تيجي تسلم البيت لازم تسلم البيت زي ما استلمته. يعني انت استلمته ابيض الحيط ابيض بس حيط ابيض. استلمته حيط احمر بتسلمه حيط احمر. طوب احمر يعني. ودي طبعا كلها قوانين. بيحكمكم قوانين. العقد مكتوب فيه كل الحاجات ديت. يعني بيجيك عقد بتوقع العقد
وانت بتوقع العقد مع الشركه، فالشركه بتقول لك ايه؟ انت هتستلم البيت على الوضع هذا، طيب انت هتسلمه لنا على نفس الوضع. طبعا ارضيا نظفناها زي ما كانت، الحوائط، الاسلاك، الكهرباء، كل حاجه انت اخذتها واستلمتها، انت بتسلمها زي ما هي وزياده. الزياده اللي انت تكون راجل محترم ونظيف، والا هنا ما فيش اي مشكله، سلم المكان وحش، اعمل لنفسك فيه. في النهايه انت اللي هتخسر. انت اللي هتخسر ازاي؟ هم عندهم التامين 3 شهور، مجرد ال3 شهور عندهم حوالي 1500 1400، 3 شهور من الايجار اللي انت بتدفعه. لو جيت في يوم وقلت لا انا ما عملتش، بيجي طبعا الموظف بيسلمك ان هو استلم البيت، المسؤول يعني بيسلمك البيت، وبعد ما بيسلمك البيت كامل فبيرجع يقول لك ايه؟ بيديك محضر استلام. يعني ايه؟ بيديك جواب ان انت سلمت البيت نظيف، عشان لو انت اجى في يوم مثلا وخصموا منك اللي هو التأمين، يعني القوانين، لو اجى خصم منك التأمين مثلا وقال لك لا انا مش هدفع لك التأمين، بالورقة اللي هو مديها لك ان هو استلم البيت سليم مفيش اي مشكلة، بالورقة ديت انت بتقدر تراجع، تروح المحكمة تاخد حقك بالقانون، كله قانوني. هما بيتعاملوا بالقانون، في عقد انت موقع عليه وقت ما استلمت البيت، العقد دوت انت بتسلمه لهم وبياخدوه منك وقت ما انت تاخد البيت. يعني زي عقد استلام وتسليم. ودي ميزه طبعا في المانيا، هنا كله بالقانون، انت بتتعامل بالقانون، بتسلم البيت نظيف بتستلم نظيف، بتسلم البيت زي ما اخدته بالظبط، اخدته حائط احمر مكتوب كله في العقد. الميزه في الموضوع ان كله موجود في العقد. ودي حاجه يعني عظيمه هنا في المانيا، انهم بيتعاملوا معاك بالقانون كل حاجه. يعني هنا السخان، الميه، الكهرباء، احنا شلنا الكهرباء لغايه اخر دقيقه، في عداد للكهرباء موجود. عداد الكهرباء دوت بيحسب لغايه اخر لحظه انت عملت فيها كهرباء، استلمت فيها كهرباء. استلمت مفتاحين بتسلمهم مفتاحين، استلمت مفتاح تاخد مفتاح، بيدوك مكان اسمه بريف كاسة بالألماني، يعني جوابات، لو جايتك جوابات أو رسائل من أي مكان من البلد. في الحالة ديت أنت بتسلم وبتستلم زي ما أنت مستلم، بتسلم المفتاحين موجود، دي بيكون كل حاجة بالتفصيل مكتوبة في العقد. وديت ميزة كبيرة إن أنت تستلم كل حاجة زي ما سلمت تسلمها. لو انت حاجه خربتها مثلا بتصلحها، او انت مش هتصلحها، هم ما عندهمش مشكله، هم هيصلحوها وكله تمام، ولكن هيبعتوا لك زي جواب بغرامه ان انت دلوقتي ما صلحتش. انت خربت مثلا الشباك، هذا الشباك انت كسرته مثلا، خلينا نقول الشباك دوت انكسر منك فانت ما صلحتوش، فهم بيرجعوا بعد ما انت تمشي بيجيبوا شركه، هنا كله شركات عشان التأمين والضمان، لأن كل حاجة بيكون متأمن عليها. يعني لو أنت جبت واحد من بره وقلت له صلح لي الشباك فهيجي يصلحه لك، مفيش أي مشكلة، ولكن مفيش أي ضمان على تصليحه على شغل. هو ممكن يكون أرخص شوية ولكن مفيش ضمان، يعني ممكن الشباك بعد أسبوعين ينكسر. في الحالة دي هتعمل إيه؟ تروح تجيب واحد تاني ويصلحه تاني وتدفع مرة تانية؟ لا، هو بيروح يجيب شركة بيدفع تأمينات بتكون أغلى شوية في الأسعار، وفي الحالة ديت لما تكون غالية فأنت أنت عندك ضمان سنتين على شغل الشركة اللي بتشتغلها. في خلال السنتين دول لو انكسر الشباك دوت مثلا، هم ملزمين يصلحوا لك على حسابهم، مش بس إن هو يعني دي ممكن نتكلم عن موضوع التأمينات والحاجات ديت في حالة في فيديو جديد، ولكن انا حبيت انقل لكم تجربتي النهارده مع نقل البيت.
وديت يعني ان احنا لازم نسلم البيت. ازاي انت بتستلم البيت وبتسلمه؟ لازم ترجع البيت زي ما كان من اول ما استلمت لغايه ما اخر ما اخدت البيت. حابب اختم معاكم الفيديو بالدعاء لاخواتنا في كل مكان، المسلمين في كل مكان، والدعاء علينا بالشفاء العاجل. شكرا جزيلا لكم على متابعه الفيديو للنهايه. اتمنى منكم تشتركوا بالقناه وتصلوا على رسول الله. اخوكم محمود الصالح من المانيا، في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.